يعني على بركة الله. على بركة الله. توكلنا على الله. عرسات بليلي. ها عام. يلا فصل المجلس. احلى مجلس يتفصل الصياد. عرسات. يا بس تجرب تتصل لها انت. اتصل. حاضر. هيا هو ذا بيتصل له. رد علي. ارحب. اسمع يا أخ علي، أنت عزيز وغالي، والله ما أنا داري ما أقول لك، قد أنا مستحي منك. البنت ما وافقتش وقالت عاد شي تكمل دراستها. كيف تكمل دراستها وانت قلت لي قد خلصت دراستها وقد تخرجت؟ باقي لها سنة. اسكسك يا بس يا جابرين. اسمع يا عم عبد الله، لا تظلم بنتك وتزوجها شيبة، لا تخلي الفلوس تغرك وتبيع بنتك. بس لغاجة وكلام فاضي، ما بش نصيب ما بش نصيب. حاضرك. الله في وجهي. لا قوة الا بالله. انت قلت انه صاحبك وما ادري ايش وانت داري به. الفلوس تلعب بالعقول. ساعتها الرحمن شغله وافق يزوج الشيبة. يمكن الشيبة هذا بعدك ولا خلالك حالك. ناهي بس لا تضبح بي. انا خايف له مسلط عليك، وكل ما تخطب واحدة تلقاه قدامك. بس خباله من قال لي اقول لك؟ لا خلاص، الحين ايش ناوي تفعل؟ ولا حاجة، هو حر هو وبنته. كالسيد الحين بترجع تخطب هذيك مرة ثانية؟ من هي هذيك؟ هذيك التي طلقها الشيبة. كذاك بتقول اتطلقت، يعني هي الآن مطلقة، كيف تشيني يصير تزوج واحد مطلقاه؟ ليش ايش فيها؟ كذاك داري ان ابوها ظلمها وزوجها بواحد شيبه بسبب الديون. انا داري، بس هي الآن مطلقة، واذا تزوجتها ايش عاد يقولوا علي الناس؟ ما عليك من الناس. اسكت بس خاطرك. الله معك. الحين يابا هو عيب الواحد يتزوج واحد مطلقة؟ لا مش عيب ولا حرام، إن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، ولكن المرأة إذا مرت بحياة زوجية فاشلة من قبل زوجها يقوم يهينها يضربها يمربط بها الأرض، هانا هي بتضطر إنها تطلب الطلاق، أفضل لها مما تعيش معه. على كيف تعيش على الإهانة. بعض البنات تتطلق بسبب أسرتها لأنهم يجلسوا يتدخلوا في حياتها الزوجية لحد ما يوصل بها المطاف إلى الطلاق، وهذا